ابن تيمية يطعن في دين الإمام علي ويتهمه بأن هجرته لم تكن لله ورسوله، وإنما كانت لامرأة يتزوجها قصدا منه في إيذاء السيدة فاطمة عليها السلام. يعني بيقول هو في الهجرة هاجر عشان يتجوز على فاطمة. طب حتى لا يكون الكلام مرسلا قال في الهجرة ما كان يكون متزوج من السيدة فاطمة أصلا. ده شوف الغباء المستفحل لحد فين. قال في منهاج صفحة الجزء الرابع صفحة 255 طبعة قرطبة، لكن المقصود ده نص كلام ابن تيمية، لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر أذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه، وعلي كان قصده أن يتزوج عليها فله في أذاها غرض بخلاف أبي بكر، فعلم أن أبا بكر كلامه كان أبعد أن يذم بأذاها من علي، وأنه قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه بخلاف علي فإنه كان له حظ فيما رادها به، وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله، وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها. طب ده كلام بنصه. طب وده ينفع؟ ابن تيمية يهوى التنقيص من الإمام علي مما استدعى علماء عصره أن يحكموا عليه بالنفاق. قال الحافظ ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة في أعيان 108 الجزء الأول صفحة 181 والتي تليها طبع دار المعرفة بيروت. اسمع يا عمي. ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله المتقدم في شأن الإمام علي، ولقوله في الإمام علي إنه كان مخذولا حيثما توجه، وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل للرئاسة لا للديانة، ولقوله إنه كان يحب الرئاسة وإن كان عثمان يحب المال، ولقوله أبو بكر أسلم شيخا اسمع يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول، وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل ومات ما نسيها. يعني عاوز يقول ان الامام علي لما جه يخطب بنت ابي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله مع رجل مع بنت عدو الله، بقول فقال ايه؟ قال ده انه يعشقها مات وما نسيها. وقصة ابي العاص بن الربيع وما يؤخذ من مفهومها فانه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كلام كثير يا دكتور عبد الحليم. الإمام تقي الدين الحصني قال جملة في ابن تيمية، قال إيه؟ في نفسه، بيوصف مين؟ ابن تيمية. في نفسه ضغينة لرسول الله وأهل بيته وكان معاصرا لابن تيمية، وهكذا كلام كتير جدا، بس عشان وقت البرنامج نحن نحيل ابن تيمية بهذا الأمر يقع تحت طائلة حديث النبي في مسلم والترمذي وابن حبان وابن أبي شيبة وأحمد وكثير من المحدثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقه عليه السلام لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فبشهادة النبي وما بعد قوله من مقال كل من ينتقص الإمام عليا فهو منافق بشهادة النبي، وقد حكم علماء عصر ابن تيمية عليه بالنفاق بهذا الكلام في الإمام علي. نعم، أحسنتم.